بعد غياب 8 سنوات في المعتقلات رجع أخونا خالد القاسم لأولاده. خلونا نسمع قصته سوا. ألف مبارك. الله يبارك فيك يا رب. احكي لنا وين كنت معتقل؟ كنت معتقل عند قوات سوريا الديمقراطية بالقامشلو. وين اعتقلوك اعتقلوني في منبيج، وبعد منبيج ياخذوني على كوباني وحكموني 15 سنة. وبعد ال 15 سنة فطلع عفو عندهم وطلعت بالعفو، وإن شاء الله كل المساجين كمان تطلع يا رب. وهدول البنات كلاتين. شو كانت تهمتك وقت اعتقلوك؟ كانت تهمتي جيش حر ضرع فرات. مشان هيك اعتقلوك؟ مشان هيك اعتقلوني. هاي بنتك انت وقت ما بتعرفها هلا لحد هاي بنتي الصغرى ما اعرفها. يوم اللي اعتقلوك ايش قد كان عمرها؟ كان عمرها 40 يوم. كيفك يا سدرة؟ الحمد لله. مبسوطة على طلعت ابوك؟ ايه احكي لنا شو اليوم هيك شعورك؟ ايش قد مبسوطة؟ كتير. كنت بتعرفي لابوك قبل؟ لا. ابدا. وانت يا مريومة شو بدك تحكي لنا؟ كنت ما بحب ابوي. مبسوطة هلا؟ ايه. يلا بوسوا لابوك.